هو ايه الفرق بين الاسرائيلي واليهودي والصهيوني؟ في اعتقاد بعض الناس ان الثلاث معاني دول زي بعض، لكن هناك فرق يا سيدي انا اتفاجئت بيه زيك كده بالظبط. هنعرفه مع بعض، لكن ما تنساش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. بجانب بفكرك انك تعمل لايكك الجميل والشير والمتابعة عشان تتابع الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ويلا بينا نعرف مع بعض الفرق بين الثلاث معاني دول. في القرآن الكريم بين وجود شخص اسمه إسرائيل، واللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام. لذلك يا فندم إن بني إسرائيل هم ولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، وكنت عامل لك فيديو قبل كده عن قصتهم، هتلاقيني سايبهولك تحت في التعليق. المهم، أما اليهود دي اسم الديانة بتطلق على كل من يتبع الديانة اليهودية، واليهود بيتبعوا سيدنا موسى عليه السلام وكتابهم التوراة زي ما احنا عارفين. ومن الأخطاء الشائعة اللي احنا عارفينها إن احنا بنصف الكيان باليهود اللي هم الصهاينة المحتلين دولة فلسطين، لكن للأسف مش كده خالص، لأن من اليهود دول فلسطينيين كانوا عايشين في فلسطين وهم ضد الاحتلال الصهيوني، وكتير من اليهود العالم ضد اللي بيعملوه الاحتلال. أما الصهاينة هي تسمية حركة تنظيمية وبتطلق على كل من بيؤمن بفكر الحركة الصهيونية اللي هي إقامة دولة لليهود في فلسطين وتشجيع كل اليهود العالم إنهم يجوا ويعيشوا في دولة فلسطين. لكن ده طبعا حلم وإن شاء الله مش هيتحقق، والنصر هيجي لفلسطين إن شاء الله عن قريب. ومن الأخطاء الشائعة برضو إن أغلب الناس في اعتقادهم إن كل الصهاينة يهود. هم معظمهم يهود، لكن في مسيحي صهيوني وفي مسلم صهيوني. وصلت؟ أكيد وصلت. وبس كده صديقي أكون وصلت لك المعلومة بأبسط شيء. فما تنساش لايكك الجميل والشير والمتابعة، ولو انت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة، ولو انت برضو بتشوف الفيديو ده على الفيس فيا ريت تشرفنا بالمتابعة الجميلة. وبس كده صديقي، سلام عليكم.